อียิปต์ทำเกมบุกขึ้นมาครับตอนนี้เข้าไปในเขตโทษของเกาหลีเป็นครั้งแรกโยนบอลเข้าประตูไปแล้วครับอียิปต์ขึ้นนำไปแล้วครับจากลูกมงของฮอสซัมฮัสซันกัปตันทีมชาติอียิปต์ครับเพียงแค่3 นาทีแรกเท่านั้นนะครับอียิปต์ได้ประตูนำไปแล้วลูกนี้ครับโยนมาลีมินซุงขึ้นมงไม่ถึงครับบอลหล่นมาที่เสา2กรอบ6แล้วครับ متابع جيد جدا. وجود اثنين فراوده محمود الجوهري بيدي فرصه لحازم وحسام حسن للتألق. يطير حازم امام وعارفه سكتها الكره، عارفه سكتها حسام حسن تحط لنا جول، واصبحت المقدمه خضراء النهارده براس حسام حسن كبير الهدافين. كوريا الاولاني ما اقنعناش ابدا في هذا المركز، واختلفت الاراء حول هاني رمزي، ولكن عبد الستار صبري لو اتلمت معاك عبد الستار وكان مع هونج ميونج هاب الجوهري وقف، ما هو الجول الثاني يدينا راحه. ما زلنا عبد الستار صبري وياسر رضوان نقلتين 3 حلوين وتروح لهاني رمزي، وهاني بعيده هاني شويه يلحق عماره ما لحقش المنصوره عبد الظاهر السقا. عبد الستار صبري يجيد الاختراق، عبد الستار بالعجزه الرجل اليمين، فرق كبير جدا بين القدم اليسرى لعبد الستار صبري والقدم اليمنى. هجمه كوريا من ناحيه الشمال والكره العرضيه، انما طبعا هم النهايات بتاع سنه على فكره. وادي مدرب الجوهري يعني المخرج ما شاء الله بينقلنا نقلتين حلوين. فانتراخت فرانكفورت من 79 ل 83، وعبد الستار صبري يقود احدى الهجمات المصريه من الناحيه الشمال. عبد الستار صبري احد محاور تشو يونج سو، ده نقول 3 اسامي بتوعه لانه نجم لا عاوز اقوى من كده يا نادر. يبقى دي تعليمات محمود الجوهري. هوبا حلوه يا نادر، حلوه كوره مفاجاه من كوره رقم 14 بوركينا فاسو. ماسكه كوريا الكوره الفتره اللي فاتت، واوعى ده 10 ل8 سونج فوق هبطت فقدت قوتها نادر السيد. هم ما فيهمش طول انما تخاف من نمره 10. هوبا في ايد نادر السيد، مفيش غير 19 هو هونج ميونج عمل تجاربه وشاف لعيبته والفاول، وفي ايد نادر السيد. والدقيقه 31. هوبا هي دي اللي انا بقول عليها رقم 10 هو ده. عملوا لنا كوره حلوه الكره الطويله برضه بتروح لتشو يونج سو. لسه برضه ما شفناش ياسر عنده حاجات اكتر من كده كتير. حسام حسن اشوف حضرتك حسام حسن سقط. طب مين هناك في البوكس؟ عبد الستار كويس، هو ده اللي بقول لحضرتك. شوف اخترق لما سقط حسام حسن. هاني رمزي كاد ان يفعلها، والله هاني رمزي بتجيب. هيبقى في وقت اضافي وبعدين ضربات الجزاء الترجيحيه. وحسام حسن يا سلام لمسه سحريه وتروح لعبد الستار صبري بيحطها عبد الستار، انما هونج ميونج تي كيم بيقود احدى الهجمات من الناحيه الشمال لكوريا واتحطت اساس الكوره. اوبا ليه نسيبها تنط عبد الظاهر السقا وبالهيد تتحط في توقيت مناسب تتقطع. عبد الستار يحاول في رمضان وفي رطوبه عاليه الجو بيقولوا هناك. وعبد الظاهر السقا ياسر رضوان وبيصفر فعلا كانه سمعني والله بنك احمد المليزي عشان يعلن نهايه الشوط الاول في سيو يحرز هدف مصر. البدايه مصريه وعبد الستار صبري صاحب القميص رقم 2 حلوه حسام ادي مره زي ما بقول لحضرتك ويخترق عبد الستار صبري. لازم خط الوسط يكمل وعبد الستار والكره العرضيه وحسام حسن. وهذه اللي لسه كنا بنحكي عليها. شو يونج سو بيبني وترجع لجين وبيحاول يشوط وكوره والله جامده. لا صحيين الكوري مش مظبوطه زي الكوره اللي فاتت دي لوحده. ياسر رضوان وراح زاد الانطلاقات والجري والجهد والقوه طبعا بتفقد. ودي هجمه كوريه ويحط 3 ماتشات اللي فاتوا وبيشق
تيم كيم وبيحطها جول. باين قوي باين قوي. و10 تشو يونج سو سامعني وبدماغه. لسه بقول انا اللي قاعد هنا في الاستوديو ان تشو يونج سو سجل 8 تجوان في التصفيات، منها 5 براسه، وجاب فعلا ده تاني جول اهو رقم 10. هو بتبحث عن رأس رقم 10، بتهرب من الرقابة وتعتلي فوق الدفاع بتاعنا وسمير كمونة وبيحطها قنبلة. تشو يونج سو يؤكد ان احد اسلحته في التهديف هي ضربات الرأس. وانا قلت دايما ان القوة العرضية عاوزة راجل متابع كويس، واديت مثل بكلينسمان واديت مثل برودي فولر. بيلعبها يوجين، هو عبد الستار صبري احد انشط لاعبينا. عبد الستار صبري اوبا يقدر يا خبر ابيض. وهو لا بنعمل ضغط على الخصم دلوقتي رقم 25. المشهد الاخير في هذا اللقاء، ومن سيصعد الى منصه الحكم $15,000 والكل يزيد. هيحط وفعلا انما كورنر ضغط ادي مرتين في لحظه. الاستلام من حسام راح الكوره والتمرير وهجمه مرتده وعماره وكويس عبد الظاهر الساقه ولا غطى عند عماره. لازم عبد الستار يكمل قدام بقى، لازم ما كملش. ادي اول مره سمير كمونه اهو يلا هوبا. ادي كوره ادي كوره بس مين اللي طلع فيها؟ سمير كمونه. لسه بنقول بقى ما بنشوفوش في المباريات دي اقل من المباراه دي اقل. اللي عندنا سمير كمونه علشان يعمل هجمه والكره العرضيه. وادي حازم امام اتلموا عليه اثنين، عملها حلو قوي بس متاخر. طارق مصطفى سلمى طارق مصطفى والمكان المفضل بتاعه، انما الكره العرضيه مش مظبوطه وبتتحط. انما هو حسن بذكاء يعرف، انما احمد حسن عاوز الثمن. والله الشوط حلوه باكو من ياسر شاكوكو ليه يقود احدى الهجمات الكوريه وبيلعبها، انما كويسه مدحت لكوريا مره اخرى. وتشو يونج سوي وبترجع ل4 يوسوي كويسه نادر. بيظهر فلسفه الساحره المصريه. وياسر رضوان حسام يقدر يفوت ويشوف. وعبد الستار حطها انما المكان اللي واقف فيه لجين للنجم تشو يونج سو بيفوت. يا سلام وعاوز يشوف منين تشو يونج سو. ياسر عبد الستار لياسر، فرصه ياسر يلا يا سلام. لو في متابع ليه كويس وكان ليشوي ليشيون عبدي ونادر رقم 25 وفيردر بريمن. تمريره لهانز روستوك ياسر ريان، تمريره المانيه الى عبد الستار. يفاجئنا والله عبد الستار في الدقيقه 37 ويشوط كوره حلوه وبيندب حظه عبد الستار. القميص رقم 25 والجوهري بيه على دماغه. الجهاز كله واقف لان فيها خطوره وفي الوقت القاتل والهد. وهاني رمزي يتصدى. رمزي هل نستطيع ان ننهي اللقاء في الهجمه دي؟ كويس ياسر ريان جناح اليمين يقدر قفلوا عليه. لعبها كويس من ياسر لياسر. رضوان لريان وده ولوري وده ولوري برضه. هاني رمزي مش عاوزين نضيع الكرة دي. حسام هوبا. هاني رمزي كان حسام حسن مستنيها. وتروح لياسر رضوان وياسر رضوان لعبد الستار صبري لريان بره. انما بعدنا عن منطقه الخطوره. بياخدها تشو يونج ونادر السيد قبل الخطير تشو يونج سو برضه كان مصاب.
ويصفر فعلا في هذه اللحظة أعزائي المشاهدين الحكم التايلاندي علشان يعلن نهاية الوقت الأصلي للقاء. ندخل في ضربات الحظ الترجيحية، ونادر السيد وسيو والحكم التايلاندي. هاني رمزي، هاني رمزي، جول جول هاني رمزي، هاني رمزي، نادر السيد وجين وجول. حطها حلو قوي، رقم 10 ياسر رضوان وسيو، والضربة الثانية والاعصاب. الراجل فاتح ايديه قافل له الجول، وسيو وياسر وجول. برافو يا ياسر، برافو يا ياسر. الناس فاكره العمليه دي سهله. يونكو ونادر السيد، ونادر السيد وبومبا. شايف بومبا الراجل. والتعادل 2-2. سيو ولا هيغير رأيه؟ محمد يوسف، وفعلا حطها على يمين الجول. محمد يوسف يشوي وجول. يشوي الظاهر انه عبد الستار صبري. واللعبة الرابعة ومتردد بعض الشيء عبد الستار صبري، عبد الستار صبري. محمد الحمد لله، انا كنت خايف والله. شوف الابتسامة، ما شفناش. الله نادر بقى اعمل لك حاجة. بومبا بيشوفوها بومبا. مش ممكن. 4 أهداف، والضربة الخامسة لحسام حسن كابتن منتخبنا القومي، وفعلا بيصدها سيو حسام حسن. والضربة الحاسمة في هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، ويضعها فعلا هونج ميونج ليحرز الهدف الخامس، وتفوز كوريا الجنوبية بالكأس البطولة الودية وبالذهب، بعد أن وضع هونج ميونج الضربة الخامسة 5 من 5، واحنا 4 من 5، وحطها بفن كده محترف في اليابان نادي بالمر هيراتسوكا هونج ميونج. ويبتسم في الاخر، بالرغم من انك كسبت هتضحك امتى يا تشا بوم كون المدرب المعتز بنفسه. وتفوز كوريا بعد ماراثون طويل